النهارده بقى مش هنعمل وصفة مع بعض ولا حاجة، لكن هقولك في فيديو صغير كده وهرد على كل رسائل الصفحة اللي جاتلي ازاي نفتح صفحة على الفيسبوك او قناة على اليوتيوب وايه كانت تجربتي ونبتدي ازاي. تعالى اقولك، وخصوصا بقى للسيدات اللي عندها اطفال صغيرة وحابة تحسن من دخلها، لكن مش حابة تسيب اولادها فترة طويلة وحابة تشتغل من بيتها. اهم حاجه بتحددي انت عاوزه ايه وايه الهوايه بتاعتك. في هوايات كتير قوي ممكن ان انت تشتغلي فيها على نفسك وتنجزي وتكسبي منها فلوس كويس قوي، مش شرط الطبخ وبس. لكن انت بقى لو بتحبي الطبخ، تعالى اقولك هتعملي ايه. اول حاجه، انت بتشوفي فيديوهات كتير قوي وبتجربي وصفات كتير، وطبعا لازم يكون عندك الهوايه والفن في حاجات، يعني مش شرط تكوني متعلماها. ممكن انت تعلمي نفسك بنفسك. انا مثلا تجربتي ان انا ما كنتش بعرف اي حاجه في الاول، لكن مع الوقت والاستمراريه والاصرار هتبدأي تتعلمي ازاي تصوري، ازاي تعملي الاكلات بطريقة حلوة وتقدميها للناس والناس تجربها وتحب صفحتك وتحب اسلوبك. كل الحاجات دي عوامل بتنجحك، واهم حاجة تبدأي صح وما تخليش حد يحبطك ابدا. واي تعليقات سلبية او كلام سلبي ممكن يجيلك، اوعي تنتبهي ليه. اشتغلي على نفسك وبصي دايما لقدام، واوعي تفكري ان ممكن حد يحبطك. بالعكس، خلي دايما الكلام ده السلبي دافع ليكي انك تنجحي وتطوري من نفسك. مش هقولك ان انا كنت بتعلم كل حاجة وعارفة كل حاجة، لا ابدا. احنا ستات بيوت عاديين جدا، كلنا بنعرف نعمل حاجات كتير. لكن انا بحب ايه؟ بحب الطبخ. ابدأ بقى اشتغل على نفسي، وكمان اشوف فيديوهات كتير واجرب وصفات اكتر واكتر. وطبعا الوصفات تكون جميلة، ابدا ان انا اعرضها والناس تجربها وتحب محتوايا. اهم حاجة يكون محتوى هادف، يعني الناس تستفيد منه، وكمان يكون محتوى محترم. هتعملي وصفات حلوة الناس هتحبك بطريقة محترمة وطريقة شيك هتقدميها، وفي نفس الوقت هتبدأي تتعلمي وتطوري انت كده لوحدك. مش شرط ابدا ان في حد يعلمك. مرة على مرة هتلاقي نفسك بقيتي استاذة وشاطرة في التصوير والمونتاج. وعلى فكرة في ناس كتير قوي دلوقتي بيساعدوا في الموضوع ده. لكن انت لو حابة تتعلمي صدقيني هتتعلمي. انا جاية النهاردة بفيديو صغير احفزك واقولك تقدري تعملي كل حاجة. تفتحي صفحة فيسبوك او قناة على اليوتيوب وتبدأي انك انتي تقدمي محتوى هادف. اول لما الناس تشوف المحتوى ده وتستفيد منه ويعجبهم، صدقيني الناس هتحبك جدا جدا. اهم حاجة ان مفيش اي حد يحبطك ولا تنتبهي للتعليقات السلبية ابدا. كمان في حاجة مهمة، الوصفات او مجال الطبخ طبعا هو يعني اكتر حاجة الناس طبعا بتحب الاكل. فاهم حاجة دايما تكوني متجددة وتنوعي كده من الوصفات وتقدمي الحاجات اللي دايما الناس بتنتبه ليها بره. والوصفات على فكرة مش شرط الترندات، يعني انا مش من الناس اللي بتحب الترندات قوي، لكن لو في حاجة عجبتك تقدري تقدميها بشكل برضو لائق يليق بمجتمعنا والناس تستفيد منه. كمان كل فئات العمر تقدر ان هي تتفرج عليكي، الكبار والصغيرين، مفيش اي حد ممكن يتضايق من المحتوى ده. حابة ان انا اشكركم جدا على تفاعلكم. وكمان في الوصفات اللي انا عاملاها لكم في الفيديو دي انا عاملاها عندي صفحة تانية على مطبخ رضوى وسراج. اللي مش هتلاقيه في الصفحة دي هتلاقيه في الصفحة التانية وقناتي على اليوتيوب. ان شاء الله يكون محتوايا في افادة ليكم، وان شاء الله هطور من نفسي اكتر واكتر عشان اكون عند حسن ظنكم. واي حد حابب يبعت لي رسائل يبعت لي ويسألني، وانا عنيا ليكم. استحالة اتأخر على اي حد طالب مني مساعدة او طالب مني ان انا اقول له تجربتي. ابدأي وسمي بسم الله، صدقيني هتنجحي طالما انت نيتك كويسة والناس اللي حواليكي بتحفزك، ولادك معاكي. مش شرط ابدا ابدا يعني انك انت تنتظري اي حد يساعدك.